بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين. بنكمل النهاردة حلاوة المولد وعاملين الملبن السادة. يعني ممكن انتي تحطي فيه مكسرات لو عايزة، بس أنا عاملاه سادة. عملنا المرة اللي فاتت الدومية، والمرة دي عملنا الملبن السادة بأسهل طريقة هنشوفها مع بعض دلوقتي. حاجة كده عظيمة وفخمة جدا وفي منتهى الجمال، والمكونات سهلة جدا وموجودة عندنا في أي بيت. عندي هنا 3 كوبايات من السكر، عليهم كوبايتين من المية، وعندي مية ورد، وعندي كوباية من عسل الجلوكوز، وعندي كوباية نشا متدوبة في كوباية مية، وطرف معلقة يعني حبة صغيرين جدا من ملح الليمون. هقول المقادير تاني: 3 كوبايات سكر، عليهم كوبايتين من المية، ومعايا هنا كوباية من عسل الجلوكوز، ومعايا كوباية نشا عليها كوباية مية، ومية ورد، وسنة ملح ليمون. ادي كل المقادير اللي موجودة عندي، مفيش لا اكتر ولا اقل من كده. اول حاجة بعملها بحط عسل الجلوكوز على السكر والمية، بفضي الكوباية كلها على البارد كده، انا لسه ما حطيتوش على النار، وبرده ما بقلبوش، يعني بحطه كده وبستنى عليه. بحطه على البوتاجاز بعد كده على نار هادية، مش واطية قوي ولا عالية، يعني نار متوسطة. اول ما بيغلي معايا اول ما يغلي معايا اهو زي ما احنا شايفين كده، بنزل بالنشا وملح الليمون. بحط سنة ملح الليمون، وبحط النشا المتدوبة عندي، وبقلب بقى. عليكي وعلى التقليب، ايديكي ما تسيبش الخليط خالص. عمايل الملبن بتستغرق حوالي مثلا 35 دقيقة بخطواته بكله. ايديا في الخليط ما بتسيبوش خالص. تمام كده. انا هنا طبعا فصلته ووريتكم كده لما ابتدى يتقل. هنا ابتدى يتقل معايا زي ما احنا شايفين كده. انا بوري لكم كل الخطوات والحاجات التغيرات اللي حصلت عشان تبقوا معايا خطوة بخطوة. خلاص كده ابتدى يتقل واحدة واحدة. برضو ببتدي اقلب فيه وانا على نار هادية برضو. ايديا فيه ما بتتشالش منه. شايفين قوامه اتغير ازاي ولونه اتغير ازاي بعد ما قعد على النار شوية. تمام تمام كده، احنا ماشيين الخطوات مظبوطة. هنا برضو تقل اكتر، قوامه تقل اكتر زي ما احنا شايفين كده. هنا عدينا حوالي مثلا تلت ساعة كنت عمالة اقلب فيه. المية بقى بتبتدي تتبخر وبيبتدي يقل معايا والخليط يلم. لو تلاحظوا كده في ارضية الحلة وانا بقلب الخليط بدأ يلم على بعضه كده زي ما احنا شايفين. هنا بقى تقل خالص وقربت اطفي عليه. قبل ما اطفي عليه ب10 دقايق بحط مية الورد. حطيت هنا مية الورد، ريحتها جميلة طبعا، والملبن لا غنى عن مية الورد في الصنعة بتاعته. الملبن لازم ياخد مية ورد. برضو بحط مية الورد واستغرقت في التقليب هنا حوالي 10 دقايق برضو بقلب. هنا بقى بجيب علبة او قالب اللي موجود عندك، تدهنيه كويس قوي من الارضية ومن الجوانب زيت. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه علشان لما نيجي نصب فيه الملبن ما يلزقش. هنبطنها بالنشا. هنحط الاول ندهن العلبة زيت، وبعدين نحط بقى نشا، حبة نشا كده محترمين كويسين، وابتدي ابطن الجوانب والارضية بتاعة العلبة علشان لما انزل الملبن ما يلزقش في العلبة ويبقى زي الفل عندي. هحطه بقى يبرد في العلبة دي، ومش هرمي النشا اللي باقية، هسيبها في ارضية العلبة برضو. انا عايزة النشا محوطه من كل الاتجاهات. هنا بصب الخليط، شايفين جميل ازاي في منتهى الجمال. تمام كده. هصب الخليط كله وارجع لكم. خلاص كده سويت العلبة. تتساب بره التلاجة، يعني ما تحطيهاش في التلاجة خالص. ونرش شوية نشا على وش الملبن كده. وخلاص كده الملبن بتاعي خلص. كل اللي انا عايزاه بس ان هو يقعد بره التلاجة او في الهواء 6 7 ساعات علشان ينشف. وبعدين ابتدي اقطعه على نشا برضو.
يعني انا جايبه صينيه هنا حاطه فيها نشا، ودهنه السكينه برضو بالنشا عشان اعرف اقطعه. والله يا جماعه يعني حاجه فخمه، حاجه جميله جدا، احلى من اي محلات والله، في منتهى الجمال. وانتي واقفه كده مش هياخد منك حاجه، وهتفرحي بالنتيجه اللي انتي بتعمليها. وكل سنه وانتوا طيبين. انا هقطعه اهو واوريهولكوا، حاجه في منتهى الجمال. شايفين قوامه؟ شايفين المطه اللي فيه؟ بجد بجد في منتهى الروعه. كل سنه وانتوا طيبين. لايك وشير بقى لبيت ماما بطه، وادوني بقى لايكات كتير. وعايزه منكم النهارده بمناسبه المولد النبوي الشريف دعوه ليا بظهر الغيب. لازم تدعولي على الحاجات اللي احنا عملناها دي مع بعض. وتحياتي ليكم جميعا، وكل سنه وانتوا طيبين يا حبايبي.